حقيقة من المشاكل اللي كلش أشوفها تحتاج إلى حل في العراق هو محاولة لتنظيم وإعادة تأهيل منظومة العشيرة. ما يعني بالعشيرة فد منظومة كلش رائعة ساندة للدولة، تقدم دائما الدعم. في بعض الأحيان أشخاص حسبوا بطريقة سلبية على منظومة العشيرة، اليوم يعيثون في الأرض فساد. عادي يجيك واحد ضرب واحد بالشارع، بدي اقول لك هاي البارحه حكينا بيها مال موضوع العماله، يعيط عليه مثلا استاذه، يروح يجيب عشيرته ويجون كبار ومرتبين وشكلهم واوكي ويمثلون العشيره الفلانيه، ويجي يسوي مشكله ويا هذا وتعال ونطينا غصر. بينما كانت قبل، يعني احكي اللي يفهم بالعشاير، كان موضوع العشيره حظ وبخت. لما نحكي احنا حظ وبخت حظ وبخت، كان رئيس العشيره عنده حظ وبخت، كان الشخص اللي قائم بالعائله عنده حظ وبخت. من اقول حظ وبخت يعني مخلي الله بين عيونه، مو هي على الصعده والناس لو اجوا وجيب فلان وجيب عمامك وجيب خوالك. وثانيا هو ايضا العتب، هسه اذا كان واحد سلبي بالعائله، هو العتب على الاخرين اللي يمشون وراه. فبالتالي انا عندي ملاحظه كبيره على موضوع الاساءه لمنظومه العشيره، واللي هي كانت ولا تزال منذ عقود كبيره عباره عن منظومه ساندة للقانون والدولة. البعض من عندهم شغال بهذا الجانب والبعض الآخر لا، بصراحة احكيها، واشغال تحسب ما تحسب. اليوم يقول لك لا والله احنا ما لا اكو، طبعا بدليل شارع اليوم أول حكاية قبل ما يقول له آسف إذا دعمه حضر عمامك. أدري شو حضر عمامك، شو محسسني إياهم يعني واقفين بالدرب بدين ينتظرون الموضوع. فبالتالي هذا يحتاج إلى حل كبير جدا، ويحتاج بالمناسبة إلى حل مو على من جهات رسمية، لا، من منظومة العشيرة نفسها. تجي تقعد ولا تقول لهم الباطل احنا ما نوقف فيه، سودة على صاحبها، وهذا حكاني بمفردات تتداول بالعشيرة. فبالتالي مو صحيح اليوم انت ناصر اخاك ظالما او مظلوما، لا ما نكيش فيلم، وين نكيش؟ والا هاي هنا احنا قاعد نقف قدام وحده من القوانين الالهيه وهي تحقيق العداله.